اهلا بيكم اعزائي متابعين قناه ايمن الشويط على يوتيوب. انا مش عارف انت ازاي اهلاوي ولسه ما عملتش لايك واشتراك في القناه لغايه دلوقتي. انا عايز الاهلاويه بس هم اللي يدعموني. رسميا مرتضى منصور يعلن اقاله خالد الغندور، والخبر الثاني اللي معانا النهارده هو مرتضى منصور يفضح نسيب او حمى اللاعب امام عاشور. خلينا في اول خبر دلوقتي. ومرتضى منصور امبارح طبعا كل يوم بيطلع على قناه الزمالك يعمل فيديو وبعد كده يقطعوه ويمنتجوه وينزلوه على القناه اثناء برنامج زملكاوي. طبعا بدا كلامه على امام عاشور وحسين لبيب واللعيبه اللي باعت الزمالك واللعيبه اللي مشتريها الزمالك، وفي وسط الكلام قال بالمناسبه احنا لغينا اللجنه الفنيه اللي في نادي الزمالك، طبعا اللي فيها خالد الغندور واحمد حسام ميدو وامير والناس دي كلها، بسبب ان خالد الغندور بيطلع كل يوم يتكلم في اخبار وينزل اخبار على صفحته. طب يا سياده المستشار انت ليه بتخيل اللجنه الفنيه كلها؟ ما انت كنت ممكن تشيل خالد الغندور وبس، ولكنها قرارات عفويه احنا متعودين عليها، ولا اللجنه هتنشال ولا خالد الغندور هيمشي. ده بالعكس كمان خالد الغندور ممكن يطلع الليله يعتذر له عادي، مفيش مشكله خالص، لان هم اصلا عالم عديم الكرامه. ده كان اول خبر معانا. تاني خبر معانا طلع برضه في نفس الفيديو وقال لك مرتضى منصور ان حمى امام عاشور اللي هو ابو مراته يعني كلم سياده المستشار وتوسط علشان يقرب وجهات النظر ما بين اللاعب وما بين نادي الزمالك ومرتضى منصور. وبعدين لما عمل كده امام عاشور كلم حماه ونسيبه ووداله قال بنته على البيت وقال له ما تتدخلش في الموضوع ده ومالكش دعوه بالموضوع ده، انا ليا وكيل شغال معايا وطلع نفسك خالص من الموضوع اللي بيني وبين الزمالك ده. ومرتضى منصور كان بيناقض نفسه جدا في الفيديوهات دي، سواء فيديو امبارح او اول امبارح يطلع في اول الفيديو يقول لك اللعيبه باعت الزمالك ومش عايزين الزمالك وهم اللي ماشيين بمزاجهم وقالوا مش هنقعد في الزمالك. في نفس الفيديو بعدها بدقيقتين يقول لك احنا بابنا مفتوح لكل اللاعبين، لكل لاعبين الزمالك بابنا مفتوح. طيب امام عاشور يا سياده المستشار لو عايز يرجع عندك تاني هتجيب له 3 مليون دولار منين؟ ده يعني لو حسبناها 3 مليون دولار بس اللي هو يعني الثمن اللي النادي الدنماركي اشتراه منكم بيه، هتجيبوا 3 مليون دولار منين؟ ده انتوا بقالكم سنه بتجمعوا في فلوس العقوبه بتاعت نادي مارتيمو البرتغالي. عامه دول كان اهم خبرين معانا النهارده. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم.